عايزك تقول لي اغرب موقف حصل معاك مع اغرب مع موقف كان الكلاب. في مذيع نزل خدني مزرعه اسوده وكان معايا الكلب ده وجاله ازمه نفسيه، ازمه قلبيه وكان هيموت. الكلب هو ده اللي كان معانا. هو ده كان اول معانا ما ده. شاف الاسد جاله انهيار عصبي، وقف كده قال لك لا انا كلب ولا هتحرك الكلب ده ويلعن ابوكم بقى كلكم. الكلب ده يا جماعه، اول ما انتوا هتشوفوا المشهد دلوقتي حالا اهو. وهحطها في الكلب، الديسكربشن بوكس اه انا بقول لو الحلقه، حطها، اللينك بتاع الحلقه. لو هحط اللقطه نفسها. الكلب ده يعني كنا جايبينه بحيث ان هو يقف قدام اسد عند مزرعه اشرف الحلو، لكن الكلب اول ما شاف الاسد حصل له ايه؟ والله اوسه قعدت تتريق علينا بهدلتنا ورميها. لا الكلب جات له الكلب أزمة والله جاله قلبية، انهيار من عصبي. ساعتها لحد دلوقتي عنده صدمه، عنده شوك. بس هو دايما كده في الكلاب يعني بس زي عيله الشيبرد اللي هم اللي بيبقوا رعاه بيصطادوا واخدين على ان هم يشوف حيوانات. ما بنقولش واخدين ان هو ممكن يموت اسد، لكن اقصد ان واخد ان هو يتعامل مع كائنات تانية. فمعظم الشيبردز اللي هو الثلاثه دول وانت رايح كده مش هيهابوا الموقف، لكن ده جاله انهيار عصبي طبعا. بس الكلب التاني واقف. شلناه وطلع الكلب التاني واقف وقف. وأوسة الحلوه، وانا بعلم من هنا ان أوسة الحلو ما رضتش تعرض اللقطه لما الكلب علم على القفص بتاع الاسد. طب بقول لك ايه يا صورت لنا جاد؟ بس لما الكلب كان هيموت بس. يا جاد يا جاد عايزين كرسيين، كرسيين. ها؟ كرسيين. حلو الحديث اهو بدأ يبقى فيه حاجات مشوقة. ماشي حلو. اه كتر.